مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا في الغردقه، وانا اخدت فرصه وقت العشاء لان الغردقه زحمه جدا، وانا كان نفسي افرجكم على كورنيش الغردقه وجمال كورنيش الغردقه. ده تم تطويره معرفش امتى الحقيقه، حلو جدا ومش هيخدم بس سياح او زائرين او لا، الغردقه مدينه سكنيه ومدينه زيها زي القاهره واسكندريه، فالمكان ده هيكون منفذ جميل جدا ليهم. فيلا بينا افرجكم ونشوف الجمال ده، ويلا بينا. تعالوا بقى افرجكم على الكورنيش. هو طبعا طويل جدا مش هنقدر نمشيه كله، بس هفرجكم على قد ما نقدر. هي الديكورات كلها طبعا الاضاءات هي اللي عامله شكل خرافي. الديكورات كلها ما بين الرخام والاخشاب. وعايزه اوريكم انه مش عارفه هتشوفوا هيبقى واضح عشان احنا الدنيا بالليل ولا لا، انه الناحيه الثانيه كل دي عماير يعني سكنيه اهل الغردقه نفسهم. مش عارفه بقى انتوا شايفين ولا لا، هحاول اقرب لكم اهو. دي عماير سكنيه، دي مش فنادق. فطبعا الكورنيش ده هيكون منفذ ليهم حلو جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، انه الغردقه بطبيعتها، لان قريت حاجه كده على النت كانت غريبه جدا، بيقول لك ان الصبح محدش هيقعد. لا، هو الصبح اساسا في الغردقه محدش بيخرج يروح يقعد في حته او حاجه، لان درجات الحراره بتبقى عاليه جدا. وطبعا زي ما بنقول كل مره، عمرنا ما هنتفق على راي واحد. في ناس هتقول لك كان المفروض الرخام يبقى خشب، والخشب المفروض كان يبقى رخام، لا كان يبقى نحاس، لا كانت تبقى اشجار. الحقيقه ان هو جميل جدا، اللي مش شايفه جميل فهي اراء. طبعا زي ما انتم شايفين ان هو على مدد الشوف. نحاول برضو اشوفه لكم بالنهار واصور لكم المنظر بالنهار. هو اصلا باصص على ايه؟ وده الفيو اهو بتاع كورنيش الغردقه. واضح هنا كمان ان في شغل لسه ما تمش الانتهاء منه. تبقوا قاعدين بقى على الرخام على الخشب، لان في ده وفي ده، هتبقوا قاعدين قدام البحر. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.